سؤال حضرتك قلت لا ليه كده؟ قلت لا لان في ثوره حصلت، الثوره دي اسقطت مش ممكن احنا نطرح تعديل على حاجه هي مش موجوده. الجيش لما جه حمى عطل الدستور، احنا المفروض احنا بنيجي نعمل دستور جديد وبعد نعمل انتخابات سواء برلمانيه وبعد كده نعمل انتخابات. انما ما ينفعش ان انا اجي اعمل انتخابات برلمانيه وبعدين اعمل انتخابات رئاسيه انتخابات برلمانيه وبعدين اعمل دستور وبعدين اعمل انتخابات رئاسيه وبعدين احل المجلس واعمل انتخابات تاني واعمل لجنه تاسيسيه وافضل اعمل يعني هي ودنك مين يا جحا؟ طب ما هي موجوده، طب ما ابني كده ادور عليه. بالنسبه للنعم وتفضيل الاعلام اللي حصل اللي هو حكايه ان احنا الماده الثانيه مش مطروحه اصلا مش مطروحه للتعديل. كان في 9 مواد موجودين ما كانش فيهم الماده الثانيه، وبعدين الماده الثانيه ما مصر اصلا في عهد حسني مبارك 30 سنه التشريعات كلها بعيده عن الاسلام. كان فين الاخوان المسلمين وكان فين السلفيين؟ يعني بنتكلم لا برضه عشان احقاق الحق بعض الاخوان المسلمين من الاخوان المسلمين وبعض شباب السلفيين قالوا لا لانهم عارفين اللي هي يعني نقولها من الاخر كده دلوقتي بقت فرصه وكله بيحاول بيجري عشان ياخد حته من الفرصه ويحقق سواء الاخوان طبعا هم فصيل مهم الناس كلها على عيننا وعلى راسنا والسلفيين فصيل مهم في البلد ولكن احنا ما بنتكلمش في مصالح كل فصيل على حده. احنا بنتكلم في مصلحه الشيخ ومصلحه المشروع. انا كنت في مظاهرات كان 28 ضرب على مصر كان واقف جنب واحد جنبي واحد نصراني كنا طالعين نقول لا للظلم اقول له مش وقت دلوقتي اقول له ايه النصراني ما ضربش جنبي ما كانش الماده احنا خدناها حرب اللي يقول يبقى مسلم اللي يقول لا يبقى كافر. لا انا قلت لا واشهد ان لا اله الا الله والدستور يعني هقول لك حاجه سبحان الله مصر اسلاميه وباذن الله عز وجل اسلاميه بس الاهم من هي تكبر اسلاميه اللي احنا كلنا نبقى مسلمين. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عمر الماده الثانيه ما هتخلينا مسلمين احنا بنخلي نفسنا مسلمين بنفسنا. تركيا دوله علمانيه نتفرج دلوقتي على حزب العداله لما وصل تركيا عمل ايه؟ حزب العداله ذل العلمانيين. اللي يعرف تركيا واللي يعرف النظام التركي عامل ازاي. طيب رجب طيب اردوغان عمل حركه مسلم عرف يعملها وما عرفش حد يقف يواجه اسرائيل او اليهود غير رجب طيب او تركيا بالضبط. فالمساله مش مساله ورق بيتكتب، المساله مساله عقيده تبقى موجوده وايمان جوه البقاء في شكل وفي ظاهر وفي مضمون بس هي منظومه كلها لازم تكتمل. المنظومه لو اكتملت صدقني هنكون احسن ناس. شكرا جدا.